حجزنا اول ماده. اول ما اروح بقى البيت هقول لكم على كل التفاصيل وعملنا ايه وكل حاجه. عاملين ايه؟ بما انكم عارفين ان خلاص تالتة ثانوي بداتوا ان انتوا تحجزوا الدروس. مش هنبدا اي نعم مذاكره ولا دروس من دلوقتي، بس في عاده كده في مصر ان دايما دروس تالتة ثانوي بتبدا قبلها بفتره، ولازم بيكونوا حاجزين عند المدرسين اللي هم عايزين ياخدوا عندهم، لان المدرسين عاملين زي نظام كده اسمه حجز عشان يبداوا ياخدوا الناس من بدري وبياخدوا عدد محدد والكلام اللي بيتقال ده كله. هنتكلم بقى النهارده عن الموضوع ده، ايه النصايح اللي بقدمها لكم وقت ما انتوا بتحجزوا الدروس دي. المدرسين تاخدوا عندهم تاخدوا اونلاين ولا اوفلاين. اختي هتاخدي اختي عشان ثالثه ثانوي السنه دي، فهقول لكم برده هي باذن الله هتاخد مع مين. هكتب لكم اسامي المدرسين وكل حاجه في اول كومنت، وهنتكلم عن حاجات كتير يعني. فتابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وشيروا لكل اصحابكم. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه النصايح وانا بختار المدرس بتاعي. بصوا، المدرسين بتاع ثالثه ثانوي يعني نكون عاوزين مدرس بنفهم منه، مدرس ماشي بالنظام اللي هو بيحل اسئله كتير وبيتقبل ان انت تساله، مدرس ماشي ان هو بنظام ان هو بيشوف واجبات بيديك تحل كتير. فاحنا كده بيكون عندنا معايير معينه عايزينها في كل مدرس. فاول حاجه انا بشوف كده انا ايه الحاجات اللي انا عايزها. في ناس مثلا بتكون عايزه المدرس بيهتم، وفي ناس هي ضميرها صاحي، فمش مشكله بقى نقطه المدرس معاهم بيهتم ولا لا. انا بالنسبه لي موضوع ان المدرس بيهتم دي اهم نقطه عندي، وان انا افهم منه. فكل ناس يعني كل واحد دماغه غير الثانيه، وكل واحد يعني مطلبه غير الثاني. بالتالي في مدرسين كتير جدا وكل المدرسين حلوين، مفيش مدرس حلو ومدرس وحش، بس الفكره ان انت ممكن تتقبل ده وتفهم منه، وانت ما تتقبلش ده وما تفهمش منه، مع ان ناس كتير بتقول انها بتفهم منه. فموضوع ان انت تسال حد ويقول لك هو حلو ولا وحش، الموضوع ده انا ما بحبوش. ليه؟ لان انت زي الاذواق كده، هم الموضوع يعني زي كل انسان ليه ذوق مختلف. فانت برضو ممكن تفهم من اللي هو يقول لك عليه ان هو شرحه وحش، وممكن ما تفهمش من اللي هو يقول لك عليه شرحه حلو. فانا لازم اجرب بنفس المدرسين واشوف انا وقتها هفهم فعلا من المدرس ده ولا لا. فعشان كده بلاش بقى حوار ان احنا ندخل على جروبات ونبدا نقول يا جماعه هو مدرس فلان المدرس ده وحش ولا حلو. الموضوع ده وحش قوي. طب ما ممكن يكون انا مثلا من حبي للمدرس، يعني حتى انا يعني طبيعه احنا كف ثانوي مثلا لو حبينا المدرس ده بنفضل، حتى لو ما كناش مثلا فاهمين منه بس حبيناه كشخصيه، بنفضل بقى اللي هو زي ما بنقول بنفخم فيه قوي. فممكن الشخص اللي يكتب لك ان هو المدرس ده حلو يكون هو كحب شخصي، لكن هو كفهم ما فهمش منه، او ان هو كمتابعه مش قوي. اللي يقول لك لا المدرس ده وحش، حصل تاتش ما بينه وما بين المدرس وهو ما تقبلش الموضوع، وعشان طبعا لسه في سن ثانوي فهو يقول لك لا المدرس ده وحش وكذا 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 وكذا. فاحنا لازم نجرب بنفسنا المدرسين، ما نحكمش من تجربه اي حد تاني. تاني نقطة في ثالثة ثانوي ما تمشيش ورا حوار لا ده مدرس مشهور وعنده عدد كبير جدا، ولا بص صفحته على الفيس وبص الفيديوهات وبتاع. طب يا جماعة انا المدرس مشهور وعنده عدد كبير، طب انا رحت وما فهمتش حاجة، طب لازمتها ايه؟ قاعد مش شايف اصلا المدرس، طب لازمتها ايه؟ هو انا رايح عشان المدرس ده مشهور، ولا رايح عشان افهم منه وعشان باذن الله ابقى وقت الامتحانات بجيب درجات كويسه وفاهم المنهج ولمم الدنيا؟ فانا ما امشيش ورا الشهره والشو الفارغ ده. اهم حاجه ان المدرس ده اكون بفهم منه زي ما قلت لك، وفي الحاجات اللي انا طالباها. ما يكونش المدرس عنده عدد كبير وانا بروح مش شايف المستر، مش بعرف اساله في اي حاجه، وافضل ان انا مكمل مع المستر لغايه اخر السنه، وبرده عشان موضوع ان اصحابي معاه ومش هعرف ان انا اسيبه. النقطه دي بجد وحشه قوي. فنحاول كده نشوف المدرسين، حتى لو في مدرسين مثلا كانوا معانا مثلا في ثانيه واولى ثانوي واحنا بنحبهم وبنفهم منهم بس عندهم عدد قليل، نخلينا مع المدرسين دول طول ما احنا كنا بنحل معاهم كويس، بنجيب معاهم درجات كويسه في الماده دي وفاهمين منهم الماده دي، فهيبقوا في ثالثه كويسين برده، مش هيبقوا وحشين. ما فيش حاجه اسمها مدرس بيدي ثالثه بس، او ان هو لا المدرس ده حلو في اولى وثانيه لكن في ثالثه وحش، لا. بجد النقطه دي انا ما بحبهاش خالص. وزي ما قلت لكم ان احنا بنختار المدرس على حسب ان احنا فهمنا منه ولا لا، المدرس ده بيحل اسئله كتير ولا لا، بعد ما ذاكرنا وروحنا البيت بنعرف نحل اسئله لوحدنا ولا لا، مش مجرد ان احنا بنعرف نحل معاه في الحصه وبس. لما بنيجي نمتحن امتحان شامل بنجيب درجات ايه، بنعرف نسال المدرس ده عن كل حاجه ولا لا، بيحل وبيتابع معانا الواجبات ولا لا. فابدا كده شوف انت عاوز ايه في المدرس، عشان وانت بتدور باذن الله على المدرس تشوف فيه النقط دي فعلا ولا لا.
رابع نقطة كمان ان انا اخد في مادة مع اكتر من مدرس. الحوار ده بجد هيشتتك جدا، وهتلاقي نفسك اخر السنة مش عارف تذاكر ايه، والنقطة دي ده بيشرحها بطريقة وده بيشرحها بطريقة وده حلها بطريقة وده حلها بطريقة. وبالذات بقى لو مواد زي الرياضة زي الفيزياء زي الكيمياء، المواد اللي فيها الابتكار والحل، لان الحل ممكن كل واحد يحل بكذا طريقة ويشرح بكذا طريقة، لان كلنا مش زي بعض. فبلاش ان انا اخد مع كذا مدرس. ولو لقيت نفسي مثلا باذن يعني لا قدر الله في نص السنه في مدرس انا مش فاهم منه، ما خد الخطوه ان انت تسيبه، بس قبل ما تسيبه تكون شفت حد تاني، يعني بتخليك مكمل معاه. اول ما تلاقي حد تاني كويس على طول تسيبه. ليه؟ لان انت لو قعدت وفضلت ان انت تدور وتسعى على الموضوع هتلاقي نفسك ان الماده بتزيد منك وبتضيع منك، وانت ولا منها بتروح ولا منها ما بتروحش خالص. فالموضوع ده بجد لا مش لطيف. فانا ابدا كده لو في مدرس انا لقيت نفسي من اول حصه او تاني حصه او تالت حصه او رابع حصه او حتى في نص السنه ان انا المدرس ده مش فاهم منه، على طول ابدا اشوف مدرس غيره واسيبه واروح للمدرس التاني. فدي عادي ما فيش اي مشكله، لكن ما كملش في الغرق زي ما بيقولوا، ما بقاش عارف ان ده غلط وافضل يعني ان انا ارجع، وحتى لو لسه الامتحانات مش مشكله بس ما كملش في الحاجه اللي انا بعملها غلط. دي كانت كده شويه نقط ناخد بالنا منها واحنا بنحجز مع، زي ما قلت لكم ناخد بالنا منها. نشوف الحاجات دي هل فعلا انا ايه اللي انا عايزه وكل الكلام ده. ودي مجرد نصيحه مش اكتر. موضوع بقى ان احنا هنبدا مذاكره او ان احنا نبدا ناخد كورسات او مش عارفه ايه، بلاش تبداوا من دلوقتي، سيبوا كل حاجه لوقتها. يعني الاجازه تبقى اجازه والدراسه تبقى دراسه بجد. فعشان كده احنا بس مجرد ان احنا هنحجز دروسنا وهنشوف لو في مواعيد، في هيتصلوا بينا، في مدرس مش عارفه هيقول لي تعالى يوم كذا، ماشي مش مشكله. لكن مذاكره بقى وان انا ابدا ادور في اذاكر ازاي من اول السنه وكده، لا مش دلوقتي، نهدى شويه. لسه بس على شهر 8 باذن الله هبدا ابقى انزل لكم فيديوهات للدفعه الجديده بتاعه سنه ثالثه. فبلاش ان احنا نستعجل. انا مجرد بس ان انا لما لقيت الدروس بدانا حجز والكلام ده قلت ان انا اطلع اقول لكم من النصايح دي. احنا نزلنا انا واختي في مدرسين، بدانا ان احنا نبحث كده على النت وجبنا ارقامهم اللي هي شايفه مثلا ان هي عايزه تاخد معاهم. فجبنا ارقامهم، بعد ما جبنا ارقامهم شفنا اللي بدا فيهم حجز ورحنا. في ناس بتطلب مثلا فلوس مجرد 50 جنيه 100 جنيه من حق الكتب بندفعها. وفي ناس بيقولوا لنا ان الحجز مثلا لا لسه مش دلوقتي، اتصلوا يوم كذا وانتوا هتعرفوا الحجز، او احجزوا من خلال التليفون من خلال الواتساب، ابعتوا بياناتكم الاسم ورقم التليفون والكلام ده واختاروا مثلا ميعاد من دلوقتي. وفي ناس بتقول لك لا احنا هنتصل بيك مثلا في شهر 7 وتقول لنا هتختار انهي ميعاد. ففي كل مدرس عامل نظام غير التاني. انا زي ما قلت لكم هسيب لكم اسامي المدرسين اللي هي هتاخد معاهم، بس انا زي ما قلت لكم دي مجرد ان انا بقول لكم احنا حجزنا مع مين، لكن مش بقول لك روح خد مع الناس دي. انت لازم تجرب بنفسك ولازم تحكم بنفسك. اي نعم بناخد من خلاص يعني خبرات اللي اكبر مننا، بس مجرد مش ده اللي هيحكمنا احنا هناخد مع مين. ده مجرد كده احنا بنلم الكلام وبنجرب بنفسنا، وبعد كده احنا نحكم على اساس فهمنا من مين او على اساس انهي مدرس احنا شايفين ان احنا نقدر نكمل معاه في الماده دي. فزي ما قلت لكم عشان ما حدش ياخد الاسامي دي او البتاع ده يقول لا المدرسين دي كويسه وبيرفكت مش عارفه ايه. انا زي ما قلت لكم كل واحد بيفهم من كل مدرس، وكل المدرسين حلوه وكل المدرسين بتشرح بجد بطريقه كويسه، بس كل انسان يعني زي ما اذواق، يعني كل واحد مخه غير التاني، هيفهم من ده وفي غيرك مش هيفهم منه. بالنسبه بقى لناخد دروس اونلاين ولا اوفلاين، يعني ناخد دروس اونلاين في البيت ولا نروح السنتر. بصوا انا بالنسبه لي وعن تجربتي الشخصيه انا بحب الدروس اللي هي في السنتر او اللي هي الاوفلاين. ليه؟ انا زي ما بيقولوا كده المقوله بالبلدي الكسل بيجيب كسل والشغل بيجيب شغل. ده انا بالنسبه لي انا، وده رايي الشخصي انا. عاوز تمشي بيه تمام، عجبك الكلام تمام، ما عجبكش خلاص ولا كاني قلت اي حاجه. بصوا السنتر لما بنزل هحدد مواعيد دروسي الصبح كده، انا نزلت. اما بدات انزل هاجي على الاقل اللي هو شوف انا خدت ايه، هبدا كده شويه يعني اللي هو هعمل حركه على الاقل. لكن انا لو خدت الدروس اونلاين في البيت وفضلت دايما قاعد، اولا بجد القعاد في البيت ال 24 ساعه ده بيجيب اكتئاب لوحده يعني. لكن النزول وان انت مع ناس واجتماعي وكده وبعيده عن الشاشه والموبايل والكلام ده، لان طبعا اونلاين اكيد يعني اما تحضر حصص على التاب يا اما على التليفون يا اما على اللابتوب. وانا بجد بحاول يعني احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نبعد عن اي حاجه فيها التليفون او التابلت او كل ده. لكن انا لو مسكت التابلت او اي حاجه فيها تواصل اجتماعي، اي حاجه فيها نت، الموضوع ده بجد صعب جدا في ثالثه سنه، مش هقدر ان انا ابعد عنه. لكن انا لما بنزل الصبح بدري باخد درسي الصبح بدري وباجي اذاكر ومخلص حاجتي، بلاقي ان اليوم فيه بركه كده وان انا في نشاط على الاقل وان انا نشيط وان انا حاسس ان في حماس شويه. ممكن ان في ناس مثلا تقسم الدروس نصها كده ونصها كده، ماشي ما فيش مشاكل، بس انت لو شايف فعلا المدرس ده ينفع ان انت تاخد معاه اونلاين. نقطه كمان، انا في الاونلاين لو انا المدرس بيشرح وفي حاجه هو بيشرحها وانا مش فاهمها،
هتساله بعد الحصه، او هتستفسر بعد الحصه. احنا لو ما سالناش عن حاجه في وقتها احنا بننسى اصلا احنا كنا عايزين نسال على ايه. فانا بحب السنتر عشان كده، وان انا انزل. ساعات في مدرسين بيكون اعداد كبيره، طب ما نختار مجموعه هاديه شويه. لو لقيت ان انت خلاص مفيش حل غير الاوفلاين، ماشي، يبقى في ماده او اتنين، ما يبقاش في كل المواد، ما تبقاش كده كسول ومش عايز تنزل حتى من اول سنه. بس كده، ده كل حاجه كنت عايزه اقولها لكم. زي ما قلت لكم مش هتبداوا طبعا مذاكره من دلوقتي، انتوا لسه في اجازه، قضوا الاجازه زي ما انتوا عايزين. ما تبداوش بقى تقولوا ننزل بوستات احنا لو عايزين نبدا السنه من اول هنعمل ايه في الاجازه، الحاجات اللي فينا ثلاثه. بجد والله احنا ممكن نقضي اجازتنا اجازه، والدراسه لما تيجي باذن الله بقى من اولها نبداها جد. وقتها مش هيبقى فيه بقى هزار ولا ان احنا بنلعب، فده وقتنا براحتنا بقى نشوف احنا عايزين نعمل ايه ونعمل. نحاول ان احنا نعيش حياه صحيه كده من الاول، نتعود على النوم البدري، الصحيان البدري، الاكل الصحي، نعمل رياضه، القران بتاعنا، الاذكار بتاعتنا. يعني نحاول ان احنا في الاجازه نمهد كده الحياه صحيه كويسه جميله، عشان لما تيجي الدراسه نبقى نشارك الحاجات دي سوا مع بعض. فلكن موضوع بقى ان احنا نبدا مذاكره او كورسات في اي حاجه، لا بلاش. انا بجد ملوش اي لازمه. السنه عندنا طويله عريضه، ممكن ان احنا نعمل فيها وقتها كل حاجه، وهنذاكر كل حاجه، ويبقى عندنا وقت ان احنا يعني نذاكر كل حتى الحاجات. يعني في ناس بتقول لا ده في اساسيات من اولى وثانيه محتاجينها في ثالثه، وقتها المدرسين هيديهولكم وهيدوكوا كل حاجه وهتذاكروه، ما تقلقوش، وهتاخدوا كل ده. فما تستعجلوش، يعني خليكم كده كل حاجه لوقتها، وربنا معاكم باذن الله. اشوفكم كده بادئين السنه في احسن حال ومبسوطين، وتكون سنه سعيده عليكم ولطيفه عليكم، وتحققوا فيها كل اللي انتم تتمنوه. يلا بقى اشوفكم فيديو تاني. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وشير لكل اصحابنا. ولو عايزين اي فيديو اكتبوا لي اسم الفيديو في الكومنت وهعمله، هرد على كل اسئلتكم اول ما الفيديو ينزل. يلا.